فهل يا جماعة حد فينا فكر إن موت الفجأة أو الموت اللي احنا بنشوفه دهوت هل هو نعمة أم نقمة؟ هل هو دليل على محبة الله سبحانه وتعالى ولا دليل على عدم محبة الله وسخط الله على الإنسان؟ بس قبل ما نتكلم في الموضوع عايزكم تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعيشوا معانا بالراحة كده الموضوع. أولا الموت سبب لإيه؟ سبب لانقضاء الحياة، لابد إن الحياة تنتهي. طيب إن لم يكن الموت في حد ذاته سبب فللموت أسباب. يعني إيه بقى للموت أسباب؟ يعني واحد يموت بالمرض، والتاني يموت لا قدر الله بقطر، والتالت يموت وهو بيلعب حديد أو بيشيل حاجة، والرابع يموت وهو نايم، والخامس يموت وهو بيعمل عملية، والسادس يموت وهو غرقان، والسابع يموت وبيته محروق فيه أو هو كاني أو ماني زي ما الناس بنشوف وبنسمع الحكايات اللي بنسمعها وبنشوفها عبر الشاشات وبنسمعها. فيا جماعة الموت واحد وتعددت أسبابه. طيب هل معنى كده إن الإنسان اللي بيموت فجأة دهوت ربنا غاضب عليه؟ لا، بس عايز أقول لحضرتك حاجة، خد بالك بس معايا كده واسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان الأعصاب ترتاح ونفهم إن الموت قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. إمتى يكون الموت نعمة وإمتى يكون الموت نقمة؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول: موت الفجأة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر.